مرحبا، أنا لبان. أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكلي أونلاين. اليوم أكلتنا هي مطبخ التركي، برك بالجبنة وبرك بالبطاطا. إن شاء الله تعجبكم. بدنا نبلش بالبرك البطاطا. كيلو بطاطا مقشر بدنا نسلقهم مع 3 حبات بصل. البهارات هي ملح، كمون، زنجبيل مطحون، كركم، فلفلة وبهارات ماجي. هلا فرمت البطاطا ناعمين مشان ما يطولوا بالسلق وحطيتهم على النار. هالوقت بدي أفرم البصلة وأقليها مع معلقتين زيت مزولة. بقليها وبدبلها وبنفس الوقت البطاطا عم تنسلق على النار. خلصت سلق بدي أطحن البطاطا وأخلطها مع البهارات والبصل بنفس الوقت. صارت عنا العجينة جاهزة، عجينة البطاطا. طبعا ما ننسى الملح نظبطه. هلا البرك كلهم طبقتهم فوق بعض. بدون ما استعمل اي سكين، بدون ما استعمل اي مكان زيادة، عم بقصهم بهالطريقة بحيث يتشكل عندي مثلث. دهنتهم، هاي عبارة عن زيت مازولا مخلوط مع مي. هلا بدي امد البطاطا. شوفوا شلون انا عم بمدها بالطرف العريض من المثلث. بمد البطاطا رقيقة وبلفها مثل ما بلف اليبرق. هلا هي الأكلة كتير 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 طيبة. في عنا ناس من معجبين أبدا بالبطاطا، كتير حبوها. صرت أعملها كتير كتير. أول شي سريعة، ب5 دقايق بتخلص، ما بتاخد وقت وما بتوسخ كتير. هلا بعد ما خلصت بدي أدهن الوش. حطيت كمان بيضة مع حليب ودهنت الوش وعلى الفرن لا يحمر الوش تقريبا، كل وحدة بحسب فرنة. أنا حطيتهم بالرف الوسط. هاي طالعتهم بعد ما أحمر الوش، وعن جد كتير طيبين. هلا بدي أعمل الجبنة. حطيت جبنة وحطيت مع زعتر أخضر كمان بنفس الطريقة. بدي أعمل وحدة، بقسم المثلثة وبحط هيك الجبنة. هلا أي نوع جبنة ممكن تستعمليه، بتعرفي انتي للسمبوسك أو للفطاير بتستعمليه نفسه بيصير. كمان بلفها بهالطريقة. هلا اللف كل واحد وعلى هوا ما بيحب. كمان بدهن وشهم بالبيض وعلى الفرن. صحة وألف هنا. أكلة كتير كتير طيبة، عدتها كتير كتير ونالت إعجاب كتير عالم. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم. لا تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك بقناتي وتزوروني بصفحتي ليان كيك. هذا رح يكون فيديو جاي تارت بالجوز، طلبوا كتير كتير مني وكتير طيب. باي 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 باي.